يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة بمطبخ ماما عبير عاملة لكم طريقة عمل السينابون. انا عملته لكم قبل كده بس النهاردة بقى بعمله لكم تاني. اولادي طلبوه مني الساعة 2 بالليل. ماما عايزين ناكلوا سينابون دلوقتي يا عيال، يهديكوا يرضيكم، الوقت متأخر لسه هعجن عبال ما اعجن ويعني والعجينة تخمر واقعد افرد حرام عليكم الكلام ده. سيبوني انام، مفيش فايدة. زي ما انتوا شايفين كده عملت السينيبون، طلع حكاية. طعمه رهيب بجد بجد، حاجة يعني كده تفتح النفس. ويعني قرفته كانت حلوة بجد بجد، واتعمل بسرعة وما تعبنيش يعني زي ما انتوا شايفين كده. يلا ندخل نشوف الطريقة ونعرف المقادير. تنسوش تصلوا على النبي واعملوا بقى، اضربوا لايك محترم كده عشان خاطر الكل يستفيد. زي ما انتوا شايفين كده معايا كوباية لبن، معايا 2 بيضة، معايا هنا معلقة بيكنج باودر، معلقة خميرة، 2 سكر، ونص معلقة ملح. وزي ما انتوا شايفين كده هنا معايا القرفة. كيس القرفة ده ناعم، نوعه نضيف يعني، اتأكدوا من جودته. ومعايا 400 جرام دقيق زي ما انتوا شايفين كده، نخلاه كويس قوي وحطاه في علبة اللي انا هعجن فيها. وبعدين ضفت كل يعني المقادير الجافة وبقلبها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هانزل المقادير السايلة. أنا ضايفة بيضتين، لو ما عندكيش يعني إلا بيضة واحدة ما فيش أي مشكلة. يعني مش عايزة أنا المقادير تبقى مرهقة عليكم. أنا هنا ضِفت كوباية لبن، وعندي قطعة زبدة مطلعاها من التلاجة، كانت جامدة شوية بس هاسيّحها يعني عشان خاطر لقيتها يعني إيه جامدة أوي. فعشان أعرف أعجن بسرعة وتلين معايا بسرعة، جبت بقى الاسباتول وقعدت بقى أعجن بقى في المواد السايلة كلّها. بدأت بقى أنزل بقطعة الزبدة اللي سيّحتها، وقعدت بقى أعجن بقى، يعني بإيدي بقى كده، وقعدت بقى إيه، أعجن لغاية ما لقيتها محتاجة معلقتين لبن. أو ممكن تضيفوا معلقتين مَيّة، ما فيش مشكلة يعني، لو مثلًا ما عندكمش إلا كوباية اللبن بس، وممكن تضيفوا شوية مَيّة صغيّرين كده. وبعد كده بدأت بقى أعجن كويس أوي، و لغاية يعني ما العجينة سابت من إيدي كده. خلاص كده اتعجنت كويس أوي، باسيبها بقى ترتاح وباغطّيها. جِبت كيسة بقى وقُلت أكتمها بالكيسة عشان تخمر بسرعة. في الحقيقة الأولاد كانوا يعني كانوا جعانين جدًا ومش عايزين ياكلوا بقى لا ساندوتش جبنة ولا أي حاجة، إحنا عايزين خلاص، إحنا عايزين ناكل حاجة حلوة. فكنت يعني على طول قاعدة عمّالة بسرعة، بسرعة، يعني باعجنها بسرعة على أساس إن أنا إيه، أخلص بقى. جِبت هنا سُكّر وجِبت القرفة. طبعًا هنا نُص كوباية سُكّر، كيس القرفة كُلّه حطيته. زي ما أنتم شايفين نوعها كويس أوي وما فيهاش يعني أي تكتُّلات وكده. قعدت أقلِّب كويس أوي. كنت نِفْسي أحُط عليها معلقة كاكاو خام بس ما كانش عندي. بس مش مشكلة يعني، هي دي مش فرض إن أنتِ تحطّوا الكاكاو الخام. لو ما عندكمش ما فيش أي مشكلة، أنا أهم حاجة عندي ال 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 القرفة. هنا ضِفت معلقة مَيّة علشان أنا عايزاها تبقى مرمّلة كده، عايزة السُكّر مع القرفة يعني يدّيني إحساس الترميلة كده. يعني عايزاها رملة، عارفين الرملة بتاعة البحر الجميلة ديّة؟ أنا عايزة بقى السُكّر والقرفة يبقوا كده، زي ما أنتم شايفين كده عشان يبقوا يعني لمّا آجي أنزل بيهم في العجينة يبقوا متماسكين كده، ماسكين نَفْسهم. زي ما أنتم شايفين كده خلاص أنا قلّبتهم كويس أوي لغاية ما حسّيت إن خلاص السُكّر اتجانس مع القرفة وبقى مِيَّة، مِيَّة. خلاص لقيت العجينة بدأت تخمر. هي كده خمرت الحمد لله. هي كانت عايزة تقعد شوية كمان بس مش قادرة يعني. الزَّن ربنا يكفيكم شر الزَّن. العيال اللي عايزين ياكلوا ومش قادرين يصبروا. جِبت هنا الرخامة طبعًا غاسلاها كويس أوي، حطيت عليها دهنتها زيت،
وبدأت بقى إيه، يعني أفرد العجينة. مش عارفة أنا كان عندي نشّابتين والله مش عارفة جُمانة ودّيتهم فين، بتدخل المطبخ تقعد تلعب في الحاجات المطبخ، فمش عارفة لقيت الإسباتول ده مدوّر، قُلت بقى إيه، الجيش قال لنا اتصرّفوا، فقُلت عملتها زي نشّابة كده وقعدت أفرد فيها لغاية ما يعني اتفردت بكل سهولة، وقعدت بقى هي تبطّط معايا وتفرد وتقول لي: "سيبيني يا ماما، سيبيني يا ماما آخُد راحتي وأعمل معاكِ." "ماشي يا حبيبة قلبي، ما فيش مشكلة اتعلّمي." المهم بعد ما فردتها، أنا فردتها زي اسطوانة كده، يعني زي مربع كده كبير، وبعد كده طبعًا حطيت السُكّر في النُص، السُكّر والقرفة في النُص كده، بدأت يعني أفرد السُكّر كويس بالمعلقة، عايزين تفردوه بإيديكم ما فيش أي مشكلة. المهم يتفرد ويبقى كويس. ممكن لو عندِك ممكن تدّيها زي إيه، فرد ممكن يعني قبل السُكّر تفرديها بالزبدة كدهوّة علشان خاطر السُكّر يمسك، بس هو كده هيمسك، حتى لو ما دهنتيش زبدة كده هيمسك. زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا لوسيندا بتقول لكم حطّوا like. المهم خلاص أنا كده ضبّطت الدنيا والدنيا تمام، هابدأ بقى ألِف العجينة roll زي ما أنتم شايفين كده. الcinnamon أنا عملته كذا مرّة، كذا مرّة في القناة، علشان وهاحط لكم كذا يعني الفيديوهات كلّها هاحطها لكم في صندوق الوصف كلّه مع بعض، عشان تدخلوا تلاقوا نفس الوصفة هي مع تعديلات بسيطة. إن أنا الوصفة اللي فاتت، الفيديو اللي فات أنا ضايفة كاكاو خام مع القرفة، بس ما عملتش حاجة زيادة. زي ما أنتم شايفين كده بافردها بكل سهولة. بُصّوا لوسيندا مش عايزة تسيبني في حالي. المهم زي ما أنتم شايفين كده خلاص فردتها وضبّطت الroll زي ما أنتم شايفين كده. جِبت الخيط بتاعنا اللي إحنا بنخيّط بيه هدومنا، باجيبه كده باقطع بيه بكل سهولة زي ما أنتم شايفين كده، مش صعبة خالص. ممكن تقطعوه بالسكينة، بس لو قطعتوه بالسكينة يعني مش هيبقى حلو، هيبقى مطبّق كده، هتلاقوا الدايرة دي مطبّقة، بالسكينة هتلاقوها مطبّقة، لكن بالخيط هتلاقوا الدايرة بتطلع معاكم سلسة ومدوّرة وجميلة وما فيهاش أي عيوب يعني. زي ما أنتم شايفين كده باقطّعها كلّها وباجيب باحضّر بقى الصواني أو الصاجات اللي أنا يعني هاخبز فيها. أنا ما دهنتش الصينية عشان ما حدّش يقول لي أنتِ دهنتِ، لأ أنا ما دهنتش الصينية حاجة خالص، لإني عندي الصواني تيفال، فأنا طبعًا التيفال ما بيلزقش فعملته كده. لو أنتم يعني لو هتستخدموا لو هتستخدموا الألمونيا ممكن تدهنوا، ما فيش أي مشكلة. المهم زي ما أنتم شايفين كده خلاص أنا سخّنت الفرن على درجة 180 ودخّلت الصينيتين على الشبكة، ما حطيتهمش مباشر، أنا حطيتهم يعني أول الشبكة كده وسِبته سِبت الفرن طبعًا على 180 درجة وطلع زي الفل زي ما أنتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الريحة باقول لكم كانت مهفهفة كده، وطبعًا طلع طري وجميل أوي وهش وجميل أوي وطعمه لذيذ جدًا، جدًا. في ناس بتحب تاكل السينابون كده يعني من غير أي صوص ولا أي حاجة خالص. يعني أنا عن نفسي باحبه بالصوص بتاعه، بس في ناس بتحبه تاكله كده، يعني بالقرفة كده وبس، وبيبقى لذيذ مع كوباية شاي نسكافيه كده. أنا هنا عاملة لبن مكثّف، عملته قبل كده في القناة، كان عندي قطعة جبنة كيري سيّحتها برضه عليه، وبدأت بقى أنزل زي ما أنتم شايفين كده، أصُب الصوص الجميل دهوّة على السينابون. بجد، بجد طعمه لذيذ جدًا. طريقة عمل اللبن المكثّف عملته لكم في القناة هاحطه لكم برضه في صندوق الوصف. عبارة عن لبن جاف ولبن سايل سُكّر بودر زبدة، وباسيبه على النار لغاية ما القوام بتاعه بيتقل وخلاص يعني. ده اللبن المكثّف، وشكرًا ليكم، السلام عليكم.